السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت او الفطير الفلاحي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان بمكونين هنحطهم هنخلي الفطير مورق من غير ما نفرد ومن غير ما نفرد العجينة كتير وتتقطع مننا وكلام من ده. تعالوا تابعوا معايا الفيديو كده من البداية يلا عشان اقول لكم هعمل ايه. وفي البداية اعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين عندي في القناة اتمنى تنوروني. ويلا نقول بسم الله. معانا كيلو دقيق هنحطه في العجانة. انا كنت عجنة كيلو قبليها يعني، بس مش حابة اطول عليكم الفيديو، فعملت اول واحدة وسبتها ترتاح شوية، وقلت بقى ايه اقول لكم انا هعمل ايه في الكيلو التاني. معانا كيلو دقيق ومعانا معلقة ملح ومعلقتين سكر صغيرين. لا يا ربي، 3 معالق صغيرين او معلقتين كبار. خلاص، و3 كوبايات ميه. ممكن الدقيق بتاعك ياخد اكتر او ممكن ياخد اقل، حسب العجينه بقى انت اللي هتبقي ايه شايفه قدامك هي شكلها ايه. اولا أنا مش عايزه العجينه تكون طريه قوي وكمان ما تكونش ناشفه، يعني تكون متوسطه تعرفي تشكليها وتتحكمي فيها. تمام. طبعا مش شرط يكون عندك يعني عجان عشان تعجني فيه. انا بصوا انا يا دوبك هلفها بس في العجان كده كام لفه، وبعد كده هكمل عجن على البار. تمام. هاخدها بقى دلوقتي. وبصوا العجينة بتاعة الفطير لازم تعجني فيها كويس قوي، يعني 10 دقايق كده على الأقل، علشان يبقى لها عرق وتعرفي ان انتي تتحكمي فيها. تمام. بصوا اعجنوا فيها بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. افضلي بقى ايه اعجني فيها واخبطي فيها ولو متضايقه من حاجه اقعدي فكري فيها وافضلي اخبطي في العجين بالشكل ده. هقول لكم على طريقه سهله جدا هتعملوا بيها الفطير. بصوا هتعملوه كل يوم بالطريقة السهلة دي. يعني في حد طلب مني قال لي احنا عايزين طريقة يكون سهلة شوية عن فكرة ان احنا نفردها كتير ونبرمها ونقطعها، فانا جبت لكم طريقة سهلة قوي ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. المهم خلاص انا خلصتها وعجنتها. يا دوبك حطيت بس شوية زيت في البستكاية في البولة اللي انت بتعملي فيها، ورش على وشها زيت، وبعد كده كيس تلاجة وغطيها ترتاح. تمام. طبعا كل ما العجينه بترتاح كل ما هتريحك وانتي بتفرديها. طب انا بقول لكم شوف انا بهدلت نفسي ازاي، مش عارفه العجين كان ماله النهارده، تحس ان هو راكبه عفريت عمال يتنطط، معرفش ناقص يتشال من مكانه. المهم بص المكونين بقى هي هما: معايا معلقه بيكنج باودر، ومعايا كمان معلقتين او 3 معالق، شوفوا انتوا هتستخدموا قد ايه زبده. يعني مثلا اخدت ربع كيلو زبده، حطيت عليهم 3 معالق نشا وحبه زيت، يعني قولي مثلا ايه ربع كوبايه زيت ومعلقتين بيكنج باودر. وبعد كده هبدا اخلطهم مع بعض واحطهم جنبي. وكمان هجيب سمنه احتمال احتاجها، بس انا ما احتجتهاش غير وانا بسوي، لان انا مش هينفع اسوي بالزبده دي. بصوا العجينه عامله زي الملبن بجد، تقطع معايا بسهوله وطريه جدا. بصي انا عايزاكم بقى تقطعوا قطع صغيره، يعني قد البرتقانيه كده. تمام. هنقطعها قطع صغيره. احنا هنعمل الفطيره عباره عن 4 كور من دول. خلاص. دلوقتي انا هشكلهم واحطهم في زيت. انا حاطه زيت في القرب اللي معايا ده. خلاص. هقطعهم زي ما انتوا شايفين كده القطع دي. وطبعا زي ما قلت لكم الزبده انا قلبتها كده شويه بحيث انها تبقى سايله، بحيث ان انا اعرف ان انا ايه ادهنها كويس، ولا هي ماسكه ولا هي سايبه يعني، مع البيكنج باودر والنشا وشويه الزيت اللي احنا حطيناه. خلاص. بصوا انا عايزاكم ايه تكوروها زي الكوره كده بالظبط، في حجم البرتقانه وزي الكوره، بس اهم حاجه تكون العجينه متساويه، ما تبقاش مثلا ايه يعني شكلها مش انا عايزاها زي الكوره بالظبط، عشان لما اجي ابططها تاخد شكل الدايره. انا جبت النشابه والله وما احتجتهاش. بصوا ده شكلها بعد ما انا ايه شكلتها. خلاص هبدا ان انا اشكل الكيلو التاني كمان. لو هتلاحظوا معايا انا شكلت دي قطع صغيره، زي ما قلت لكم انا هعمل منه احجام. يعني هعمل مثلا ايه ال4 كور الصغيرين دول فطيره
التانيين دول الكيلو التاني ده انا هشكلها تكون كبيرة شوية، يعني هكبر الفطيرة شوية. ممكن اعمل مثلا الكورة الكرة الكبيرة دي ممكن اعمل 2 منها فطيرة، بس هتكون حجمها اكبر. تمام. هبدأ دلوقتي برضو اشكل دي بحجم تاني، حجم اكبر شوية، عشان دي هتبقى فطيرة صغيرة ودي فطيرة كبيرة. اهم حاجة يا جماعة تكون حاطة الزيت معاكي كده، عشان الزيت يبقى بيخلي العجينة لينة معاكي. انا بقول لكم انا بشرب بس فنجان قهوة على ما العجينة ترتاح اكون أنا دماغي كمان ظبط. انا حاطه السمنه هنا جنبي، بس انا ما احتجتهاش، انا احتجتها وانا بسوي. دلوقتي هبدا اخد الكوره الصغيره اللي انا شكلتها، وهبدا ابططها بالشكل ده. مش هعمل يعني انا مش هفردها ولا حتى هعملها بالنشابه. خلاص. وهقوم جايبه حبه زبده، يعني معلقه زبده، ودهنه وشها وسايباها في جنب. وبعدين هبدا اجيب كوره تانية، وهبدا برضو ابططها، اعملها على شكل دايره. وبرضو يعني انا يعني هخلي مستوى الكورة اللي انا عاملاها دي وانا ببططها نفس الحجم التانية، عشان الاتنين هيتحطوا على بعض يبقوا نفس الحجم، ما تبقاش واحدة اكبر من التانية. خلاص. واقوم حاطه على وشها الزبدة بالخليط اللي انا عاملاه معاكم. تمام. برضو هشكلها. بصوا، هو مطرح ما هما الكور مع بعض تحس ان هما لازقوا ببعض، مطرح ما ريحوا، يعني بدأوا انه يلزقوا ببعض مطرح ما العجينة ريحت. هاخدها واظبطها انا برضو، وبقوم فرداها وحطها برضو عليها كده، وحط على وشها اخر طبقة. مش هحط عليها بقى زبدة. هتشوفوا دلوقتي اخر طبقة انا هعمل فيها اللي هي اخر كورة دي. كده احنا حطينا 3 كور بططناهم وحطيناهم على بعض، بين كل واحدة وواحدة زبدة بالبيكنج باودر والنشا والزبدة. وبعد كده بقى اللي هي الرابعة دي هقوم واخداها حطها عليها ومكورها زي كورة كده، لفاهم كلهم مع بعض لتحت كده، وعاملاها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده بالكورة دي. تمام. وهسيبها ترتاح. بصوا انا كده ما فردتش ولا تعبت نفسي ولا اي حاجة خالص. خلاص انا عملتهم كلهم بالشكل ده، سواء كانت الكرة كبيرة او صغيرة. يا دوبك بس كده بحط الطبقات على بعضها وبقوم لماها زي البقجة كده او زي الكرة، وهسيبهم بقى يرتاحوا. لو انتم ملاحظين كده هتلاقوا في حجم صغير وفي حجم كبير. الكور اللي انا قطعتها صغيرة تطلع فطير صغير، والكور الكبيرة هتبقى الفطيرة اكبر شوية، حجمها هتبقى اكبر شوية. ده شكلها اهو. هسيبهم بقى يرتاحوا شوية، او هم كده بدأوا ان هم يرتاحوا. لو انتم ملاحظين كده هتلاقي يعني العجينة فردت شوية. وهنا بقى هبدأ اسويها في الطاسة، ولا هعمل بقى صواني ولا فرن ولا كلام من ده. وشايفين بتقب معايا ازاي؟ معنى انها بتقب كده وبترفع كده ان العجينة مرتاحة، وكمان هتبقى مورقة من جوه، مش هتبقى مكتومة، مش هتبقى لازقة ببعضها، لا هيبقى الفطير عبارة عن طبقات. جربوا الطريقة دي، والله سهلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. وطعمها حلو قوي، وما اخدتش سمنة كتير ولا زبدة كتير ولا اي كلام من ده خالص. تمام. شايفين طالعة ازاي؟ مش لازم ندخلها فرن على فكرة. انا اصلا الفرن البوتاجاز بتاعي عندي مش مظبوط، الباب بتاعه مكسور. كنت محتاره بصراحه، وبس بصراحه ما ندمتش ان انا سويتها على البوتاجاز. اهم حاجه تحطي الفطيره وتبططيها وتغطي عليها. بص شايفين منظرها جميل ازاي؟ التغطيه عليها دي بتخلي الفطيره بتاعتك تورق، وكمان تتنفخ زي ما انتوا شايفينها كده، ما بتنشفش. وهنا بقى انا جايبه بستكايه كده وحاطه فيها ورق فويل، وكل ما اطلع فطيره احطها عليها واقوم مغطياها بفوطه عشان ما تنشفش مني. تمام. بصوا شايفين فطيره عاليه وجميله ازاي؟ بجد والله طريقه سهله قوي، اتمنى انها تعجبكم. وطبعا الفطير لو حطيتيه في الفريزر في كيس وبعد كده طلعتيه سخنتيه في الطاسه، هيبقى اكنك لسه جايباه طازه. حلوه. شفتوا في الطاسه وطازه؟ شفت الكلام مترتب ازاي؟ هنا بقى طلعت جبنه، الجبنه القديمه، وكمان عسل وطحينه. طبعا اكله محدش ما يختلفش عليها حد، اظن الكل بيحبها. شايفين فطير وجماله وطريه حلو ازاي ومورق؟ بجد كان جميل جدا وطعمه حلو قوي. اتمنى تجربوا الطريقه.
عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عارفه ايه يعني امسكها من كتر ما هي سخنه، بس ما كنتش قادره اقاوم بصراحه، كنت عايزه ادوق بقى. اهم حاجه لو انت حابه الفطير يبقى ناشف، خلاص سيبيه في الهوا عادي، مفيش اي مشكله فيه، بس انا حابه ان هو يبقى طري. تمام. اتمنى كده لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا شير، ولو مش مشتركين عندي في القناه اتمنى تنوروني. هتلاقوا وصفات كتير هتعجبكم. وشكرا على الكومنتات الحلوه بتاعتكم، وان شاء الله انتظروني في فيديو قريب على خير. وان شاء الله اشوفكم في كل جديد على قناتي، قناة مطبخ دندنة. بحبكم جدا وبحب كلامكم وبحب تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديوهات كتير على خير.